احنا اليوم نقولوا الجزائر تمر الحمد لله بفضل سياسة الدولة وسياسة رئيسها. نقوم احنا في خطة على خطة ثابتة ما تقوم به الدولة على رأسها السيد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، سياسة الند للند. نحن لا يملى علينا ولا نركع إلا لله سبحانه وتعالى. الجزائر لها خريطة جديدة، تبدلت ملامح سياسة جزائرية في الخارج وفي الداخل، وخير عن دليل على ذلك هو حضور السفير الفرنسي يوم أمس لأحداث 8 ماي 1945. وهذا إن دل على شيء إنما يدل على الحوكمة والسياسة الرشيدة لرئيس الجمهورية. اليوم نقول ما تمر به الجزائر وما ترسمه في الخريطة السياسية على مستوى الوطني أو الخارجي. نحن أسياد، ولدنا أحرار وسنبقى أحرار كما قال السيد رئيس الجمهورية. ولدنا أحرار لا يملى علينا مثل كان من السابق. الحمد لله الجزائر اليوم، وإحنا لا نزكي على الله أحد ولا نجامل أحد. نحن في المسار الصحيح، نحن في الطريق الصحيح. الجزائر الآن مكانتها مش كما مكانت السابقة في السنوات الأخيرة. مكانة الجزائر تبدلت، وإحنا اليوم ندرك إدراك اليقين أن المسار الصحيح وبناء اقتصاد قوي وبناء الجزائر يكون عن طريق الالتفاف. احنا الشعب الجزائري الالتفاف بعضنا بعض، ونخلوا كل الأقاويل كل أعداء الجزائر الذين يريدون الالتماس ويريدون أن الجزائر أن لا تكون في القمة، أن لا تكون أيضا في هذا المسار الصحيح الذي تبنى عليه سياسة الدولة. احنا اليوم نقول الشعب الجزائري من خلال هذا اللقاء اليوم يجب الالتفاف بعضنا بعض، لأن اللمحة تاع الشعب ستكون دفعة لبناء جزائر قوية وجزائر جديدة إن شاء الله.